كرة في الجهة اليسرى، محاولة تصل إلى منصور الحربي. اسمع الله يا الأخضر، والله يا جمهور الأخضر، الله يا جمهور الأخضر. وفي الجوهرة الطرب غير، ومع الأخضر بكل تأكيد يصبح غير. لما لا؟ والإمتاع يأتي ومحاولة الرد الآن. كرة فيها محاولة عراقية، حمادي أحمد بمنطقة الجزاء، لكن أيضا ياسر المسليم يتدخل في توقيت مميز جدا ويبعد الكرة الماضية ويتصدى له بشكل مميز جدا في الكرة وفي المحاولة الماضية. كرة في الجهة اليسرى الآن، محاولة تصل لمصلحة المنتخب السعودي. كرة عراقية في الجهة اليسرى، تغطية دفاعية بشكل مميز جدا من محمد البريك. إبعاد يأتي في الكرة، بعد ذلك تصل إلى ركلة مرمى. شوف الكل يتكاتف في المدرج، الكل يتكاتف في المدرج من أجل الأخضر، من أجل هذا العلم، من أجل هذا اللون، من أجل هذه الأرض، من أجل الشعار، من أجل الاسم. كبر أرضك والسماء، شامخا عزك نما، والملك حامل حمى، في تقدم في عمار، امتداد العز فيها، كلنا والله نبيها، مجدنا كله عليها، والحضارة والمنار. الله على منظر حضاري في مدرجات الأخضر يأتي من خلاله جمهور المنتخب السعودي بأهازيج وبلحمة كبيرة جدا في المدرجات تسطر معنى الإبداع والتكاتف من أجل قيادة الأخضر للوصول إلى أعلى مراتب المجد والوصول إلى نهائيات كأس العالم. كرة قدامي ونمسك الخشب. أداء مميز جدا لعلاء مهاوي، عفوا لعلاء مهاوي، نعم، ولكن أيضا تيسير الجاسم يقدم أداء مميزا هو الآخر. والمدرج نجم الليل، نجم الليل، وهو يا سعودي، هو يا سعودي، هكذا يردد المدرج. يا أخي الجمهور السعودي متعب في كل شيء، في كل شيء. مع المنتخب الكل صفا واحد يدا بيد، مع الأندية كل واحد وهواه، كل واحد وعشقه، كل واحد وأهازيجه، كل واحد وأغانيه، كل واحد وتشجيعه، في تعصبه. يعني شعب ما له حد حقيقي. للأمانة ما يقدمه الجمهور السعودي في المدرج، ونحن في كرة القدم وفي إطار كرة القدم فيه الكثير من الأشياء التي تدرس حقيقة. كرة فيها محاولة رأسية ملعوبة تصل سهلة إلى حارس المرمى ياسر المسليم اللي سيطر على كرته بالشكل المطلوب في اللقطة وفي المحاولة الماضية. لذلك نحن من نتحدث دائما ونذكر الجماهير السعودية بالجماهير المتعصبة على مستوى الأندية. اليوم رسالة مفادها من الأندية شيء والعلم والوطن شيء آخر، وهذا ما يجسد في ملحمة كروية رائعة جدا جمهور الأخضر في مدرجات الجوهرة هنا في هذا اللقاء. بالمناسبة